ينتبه لوجود مادة الفوسفين القاتلة، والتي قضت على عدد ممن استنشقوا هذه المادة الغازية والقابلة للاشتعال. وأكثر ما يزيد هذه المادة خطورة هي أنها من الغازات السامة التي تنتشر بسرعة وعديمة اللون. وزارة التجارة السعودية استنفرت بجولات رقابية ميدانية على العديد من المحلات بالسعودية وعلى مختلف المناطق والمدن للحيلولة دون بيع الفوسفين القاتل الذي يباع كمبيد حشري في المحلات. يوم 26 رمضان كنت في مكة ونزلت بعد صلاة التهجد. وصلت في حدود الساعة 4 وجدت ميسرة صاحي كان ينام الساعة 10-11 بالكثير، فأصر إنه يقعد ويتسحر معي. سمع صوته من سر، جات على الصوت صحيته وقعدنا مع بعض. سبحان الله ما كنت أدرك إنها يعني الجمع الأخير. متخصصون كشفوا لMBC أن فوسفيد الألمنيوم عند تعرضه للرطوبة فإنه يصدر غاز الفوسفين السام. مختبريا فإن العينات التقنية تشير إلى أن رائحة الفوسفين السام كريهة جدا مثل البيض أو السمك المتعفن، حيث تتفاعل تلك المادة التي يستخدمها البعض في قتل الحشرات والفئران في الرطوبة، ما يجعلها نشطة في المنطقة الغربية وأيضا الشرقية. في جسم الإنسان من منطقة الاستنشاق أو بعد ما يمتص الجسم من الجهاز الهضمي اللي صار الكلى، تروح لخلايا الجسم في الميتوكوندريا، يصير لها تسمم وتوقف إنتاج الطاقة. لما توقف إنتاج الطاقة تموت الخلايا، يصير فشل لأكثر من جزء في الجسم، القلب، الكبد، الكلى، يدخل الجسم في حالة اسمها الصدمة، فتوقف نشاطه ويتوفى الإنسان. خلال 6 ساعات إلى 12 ساعة تتسرب تلك المادة بين الشقوق وغرف التهوية، وهي كفيلة بقتل الأطفال وتسمم الكبار مع المزيد من الساعات على حسب كتلة الجسم، ما يؤدي إلى تعطل وظائف الجسم والموت بسبب هذه المادة. من الرياض، نرجس العوامي، MBC.